السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو اليوم عن أبرز الممثلين ومشاهير تركيا الذين توفوا وتضرروا من الزلزال المدمر. الممثل التركي أوغور أسلان اشتهر عربيا بمسلسل حب أعمى ومسلسل حب أبيض أسود. نشر الممثل أوغور أسلان منشورا يستنجد فيه حيث كتب: ما يقارب من نصف عائلتي تحت الأنقاض في هاتاي، وكل الناجين الآخرين يقولون أن لا أحد يساعدهم، لماذا؟ وبعدها نشر فيديو آخر قال فيه أنه لم يستطع الوصول إلى أخيه وزوجة أخيه وأبناء أخيه، ولم يعرف عنهم أي معلومة منذ بداية الزلزال، لكنه عاد بعدها بأيام ليؤكد خبر وفاة أخيه وزوجة أخيه وأبنائهم، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته. الممثلة شيفال سام مشهورة عربيا بشخصية إندر في مسلسل التفاح الحرام، حيث نشرت منشورا قالت فيه: نحاول الوصول لصديق من طاقم مسلسل التفاح الحرام، الرجاء مساعدتنا. الفنان عزيز تاشتان فقد الفنان التركي الشعبي الشهير عزيز تاشتان حياته في زلزال كهرمان مرعش هو وزوجته وابنتيه، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته. اليوتيوبر الشهير طه ديماز فقد اليوتيوبر طه ديماز حياته تحت الأنقاض هو ووالدته، حيث قامت شقيقته سميحة ديماز بنشر منشورات على الانستغرام تطلب فيها الناس المساعدة، لأن جثة أخيها ووالدتها لحد الآن تحت الأنقاض. وقالت سميحة أن أخوها ووالدتها فقدا حياتهما إثر زيارتهما لأقاربهم، وحينها للأسف وقع الزلزال. وقالت: لا أعرف العنوان بالضبط ولا أستطيع وصف ذلك، هم بالقرب من مكان وقوع الزلزال، الرجاء المساعدة. أركان بيدي كايا قام الممثل التركي بنشر أسماء المفقودين وعناوينهم، ونشر منشورا قال فيه: أقارب زوجتي ديدام تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليهم، الرجاء المساعدة. الممثل شاغري شيتيناغ اشتهر الممثل شاغري شيتيناغ بدور فريد في مسلسل أنت أطرق بابي، وكان الممثل قد استغاث السلطات التركية بالبحث عن والدته تحت الأنقاض، وكتبت عريضة في حسابه على تويتر قال فيها: والدتي تعيش في مدينة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال، ومن وقت الزلزال وهي مفقودة ولا يمكن التواصل معها، ويبدو أنها تحت الأنقاض. ومع الأسف وحتى الآن لم يعلن الممثل إذا كان عثر على والدته أم لا، ولا يزال يبحث عنها إلى حد الآن. المغني هالوك لافانت تلقى المغني التركي الشهير هالوك لافانت خبر وفاة ابن عمه الذي كان تحت الأنقاض، حيث صرح عبر منشور في حسابه أنه فقد ابن عمه جوفين دومباك تحت الأنقاض، حيث قال في نفس المنشور: لقد دفن ابن عمي الصغير جوفين دومباك تحت الأنقاض ولم أستطع الهروب. الممثلة الشهيرة ميليسا باموك اشتهرت في الوطن العربي عبر مسلسل حب أعمى، وكانت الممثلة قد نشرت منشورا تستنجد فيه لإنقاذ جدتها، حيث قالت:
جدتي لا تستطيع المشي، إنها مريضة وهي عالقة في المبنى مع خالتي. هل يوجد أحد في المنطقة يمكنه المساعدة؟ وعادت بعدها بأيام لتطمئن متابعيها بأن جدتها على قيد الحياة وأنها قد خرجت من تحت الأنقاض وهي حية. الممثلة بينار دينيز، وهي بطلة مسلسل القضاء، حيث نشرت الممثلة التركية منشورا تستغيث فيه قائلة: أصدقائي وعائلاتهم تحت الأنقاض، لا نستطيع الوصول لهم أو معرفة أي أخبار عنهم في هاتاي. الأبرياء هم من يدفعون الثمن. يا له من ألم، الله لن يترك أحدا عاجزا. الممثل سارتان أركالاتشان، حيث نشر الممثل منشورا وهو متأثر بشدة بسبب وفاة خالته إثر الزلزال العنيف، وقد كانت خالته تحت الأنقاض لمدة، حيث قال: خالتي العزيزة، أمي الثانية، سأتذكرك دائما بهذه الابتسامة. وقد أرفق منشوره بصورة له مع خالته التي توفيت في الزلزال. الشيف بوراك. ظهر الشيف العالمي بوراك وهو يبكي بحزن شديد ويطلب بسرعة تقديم المساعدة للمواطنين في تركيا، وأكد أن الكثير من المواطنين لا يستطيعون فعل شيء وهم تحت الأنقاض. وقد أثار الفيديو تعاطفا شديدا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد أيوب تركسلان. أعلن نادي مالاتياسبور عن انقطاع الاتصال مع لاعبه أحمد أيوب تركسلان إثر سقوط المبنى الذي يسكن فيه، وقد تمت عمليات البحث عنه، لكنه مع الأسف عثر على الحارس وهو متوفي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الممثلة جوبسي أوزوي اشتهرت في العالم العربي من خلال فيلم زليخة المجنونة، حيث نشرت الممثلة منشورا قالت فيه: أخواتنا وخالاتنا وأعمامنا وأطفالنا الذين لا يمكن لمسهم رغم أنه أصواتهم سمعت تحت الأنقاض، الأمهات والآباء والأجداد الذين أرادوا تحطيم الأحجار بأيديهم رغم أن أصوات أبنائهم وأحفادهم سمعت من تحت الأنقاض. أعتذر لكم عن هذا اليأس المؤلم، أعتذر عن عدم الاستماع إلى العلماء مسبقا، لأننا لم نكن مستعدين والقوة البشرية لم تكن كافية. لا أعرف كيف أتغلب على هذا الألم. المغنية سيرين سيرينجي. نشرت المغنية التركية سيرين سيرينجي خبر تعرض صديقتها للزلزال هي وعائلتها، وهي عائلة رجل الأعمال التركي الشهير مصطفى تهامني، حيث أن عائلتها كلها كانت تحت الأنقاض، منها والده ووالدته، إلا أنه وبعد مدة تم إخراجهما، لكن الأم توفيت متأثرة بنزيف داخلي رحمها الله. تجدر الإشارة إلى أن زلزال تركيا المدمر الذي بلغت قوته 7.8 على سلم ريشتر قد خلف ما يزيد عن 20,000 قتيل، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.